عليكم ورحمة الله. يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا بقى انا بعتبركم كلكم اخواتي، وبعمل حاجة في البيت فبحب اوريها لكم، بقول لكم انا بعملها ازاي. دلوقتي لو عايزين تحفظوا الخضار في التلاجة ويقعد فترة اطول ممكنة في التلاجة وما يحصلوش اي حاجة، انا بجيب العلب زي دي او اي علب عندك وبحط فيها الخضار بتاعي. بحط منديل هنا كده في الاول، وارص فيه الحاجه بتاعتي، اذا كان طماطم فلفل خيار جزر حتى الليمون، برصه كده وبجيب منديل واروح مغطياه كده بالمنديل واقفل عليه بالغطا، وبروح قافله الغطا كده عليه بس، واحطه في التلاجة يقعد معاكي فتره طويله جدا، يعني ممكن يقعد معاكي بالاسبوع او اكتر من اسبوع كمان. بس من كل فتره والتانيه تروحي فاتحه العلبه وتغيري المناديل، وهتلاقي فيه كده زي الندى كده على حوالين العلبة. هوريك ازاي. شايفين الغطا ده؟ بصوا الندى دوت، المية دي بتطلع من الخضار. فبتكون بقى ممكن لو انت ما بدلتيش المناديل ونشفتيها، نشفتي العلبة كويس، الخضار بتاعك هيبوظ. لكن كل ما تبقي دايما باستمرار تجيب العلبة وتنشفيها كده بكلينكس او بفوطة كده، ولو لقيتي اي بخار كده ندى ميه على العلبه من كده تنشفيه، وتنشفي الخضار بتاعك كده، مش هيحصل له اي حاجه، هيفضل معاكي فتره كبيره جدا في التلاجة. فانا طبعا حبيت اقول لكم، ممكن يكون في ناس بتعمل كده، وممكن ما يكونش في حد عنده اي خلفيه للموضوع دوت، وان هو بيحط الخضار بتاعه في اكياس بيشيلها في التلاجة في درج التلاجة، فممكن بتبوظ بسرعة يعني. ونغطيها حتى برضو الليمون اهو. انا بجيب كمية كبيرة بس خلصت مني، فاضل دول بس، وبرضو بغطيها. ولو لقيت اي بخار مية طالع كده في العلبة بنشفها، ولقيت المنديل بقى مندي شوية بشيله لسه زي ما هو، بروح مغطياها كده، وبروح شايلاها وقافله عليها وشايلاها برضو في التلاجة. يعني اي بقى حاجة، خيار قوطة جزر حتى الفلفل اهو، انا برضو بحفظه كده اهو، وبغطيه بالمنديل برضو بتاعي كده. بس لقيت عليه اي بخار كده ميه ندى ميه، اروح مسحاها ومغطياها واشيلها في التلاجة. فانا حبيت اقول لكم على الفكرة دي، عشان لو انتم مش مجربينها في حد ما يعرفهاش فيعملها، وان شاء الله الخضار هيقعد معاه فتره اطول فتره ممكنه. ويا ريت النهارده يكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم في حلقه جديده من مطبخ سولا صلاحي. وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب يا احلى مشاهدين، عشان القناه تكبر بيكم واقدر اوصل لكم اي معلومه عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.